أهلا بيكم جميعا. في الفيديو ده عايز أكلمكم عن حاجة بتواجهنا كلنا تقريبا، وهي أزاي نقلل مساحة تخزين للصور والملفات والتطبيقات. عشان مساحة الآيفون ما تتمليش بسرعة. هديكم شوية نصائحه تساعدكم جدا في أغلب الحالات إنكم توفروا مساحة في موبايلاتكم. لو النوع ده من الفيديوهات بيفيدكم، هكون شاكر جدا لو عملت اشتراك وكومنت. يلا بينا نبدأ. تحسين مساحة الصور. أول حاجة بنصح بيها إننا ندخل على Settings، وبعدين نختار Photos ونفعل اختيار Optimize iPhone Storage. ده بيخلي الآيفون لو المساحة بدأت تخلص يستبدل الصور والفيديوهات اللي جودتها عالية بنسخ أصغر، وبيحتفظ بالأصل في الأيكلاد. مسح التطبيقات غير المستخدمة. تاني نصيحة، ادخل على Settings واكتب في البحث App Store واختار الاختيار اللي عليه علامة الأب ستور، وفعل خاصية Offload Unused Apps. دي بتمسح التطبيقات اللي مش بتستخدمها بس بتحافظ على بياناتك، ولو احتجتها تاني بتقدر تحملها وكل حاجة هترجع زي ما كانت، بشرط تكون لسه موجودة في المتجر. تنظيف الكاش. تالت حاجة، لو عندك تطبيقات زي انستجرام أو تيك توك أو فيسبوك، دي بتجمع مساحة كبيرة جدا ملهاش لازمة اللي بنسميها كاش. عشان كده بنصح انك كل 3 أو 4 شهور تمسح التطبيقات دي وتنزلها تاني، وهتحس بفرق كبير جدا. بس أتأكد الأول إن ما فيش بيانات مهمة جوه الأبليكيشن قبل ما تمسحه. إدارة مساحة الواتساب. ادخل على واتساب، وبعدين Settings، وبعدين Storage and Data، واختار Manage Storage. هناك هيظهر لك أكتر شاتس واخد مساحة وتقدر تختار تمسح إيه منها. قفل الحفظ تلقائي. افتح واتساب، وادخل على Settings، وبعدين Chats، واقفل اختيار Save to Photos. ده يخليك أنت اللي تختار إيه اللي ينزل في الجاليري وإيه اللي يفضل في الشات. تحديث التطبيقات في الخلفية. ادخل على Settings، ودور على Background App Refresh واقفلها. لو الخاصية دي شغالة، هتفضل تحذف التطبيقات طول الوقت، وده بيخليها تأخذ مساحة أكبر وتخلص البطارية بسرعة. مسح سجل فوري. ادخل على Settings، ودور على فوري واختار Clear History and Website Data. ريستارت الآيفون. إنك تقفل الموبل وتفتحه تاني، ده بيجبر السيستم إنه يمسح الملفات المؤقتة اللي ما لهاش لازمة وبيخلي الموبل أسرع وأكفأ. لو الفيديو فادكم، هكون شاكر جدا لو اشتركتوا وعملتوا كومنت. سلام للكل ونشوفكم الفيديو الجاي.